كي نقولوا رمضان نقولوا قلب اللوز، بصح كاين بزاف ما ينجح لهمش وفقدوا الامل منه. حبيت نقول لكم جربوا وصفتي وادعيوا لي بمقادير مضبوطه راح ينجح لكم من اول مره وتعتمدوه في رمضان. انا كيلت بهاد الغرفيه تاع الحليب اللي تحمل 150 مليلتر للشربات، حطيت 4 كيلات ماء مع 2 كيلات سكر وشريحه الليمون، وكي تبدا تغلي نحسب لها 10 دقائق ونطفي. القلب اللوز راح نحط 4 كيلات سميد خشين نملحو نخليه بجهه، ونجيب ستار اللي هي خليط بين المارغرين والزبده، وراح ندي منها 50 غرام يعني نص كيلو، نذوبها ونزيد عليها نص كيلة تاع زيت، ومن جهه نخلط 2 كيلات سكر مع كيلة ما زهر ولافاني، ونزيد الكيلة المخلطه بين ستار والزيت، ونضرب كل شيء بالبراميكسور باش يذوب السكر، ونروح نفرغه على السميد نتاعي ونخلط مليح ونخليه يشرب 10 دقائق، وندهن البلاطو تاعي اللي ابعاده 30 على 25 سنتيمتر. نحط قلب اللوز تاعي نسويه مليح، نحدد الاطراف بلا ما نقسم، نحط حبه لوز وندخلو يطيب على 180 درجه. والشربه تاعي بعد ما غليت 10 دقائق نزيد لها كاساتاي تاع مزهر ونخليها تبرد. هنايا كي تحمروا الحواف تاع قلب اللوز نزيد ندهنو بستار من فوق ونرجعو يتحمر مليح، لازم يتحمر مليح. من بعد نزيد الشربات على 3 دفعات ونخليه يبات الليله كامله يتشرب، وشوفوا لي النتيجه نتاعو. هاد الوصفه شاركتها معكم قبل 4 سنين وما كانش اللي جربها وما نجحتلوش، لازم تجربوها نتوما ثاني، يجي معسل وبزاف بنين. وهذا ما كان.